ما هو يا إما بيب جوارديولا فكرته عن اللعيبة المصريين كلّهم إن هم بيلعبوا جناح يمين زي صلاح، يا إما وهو نايم جاله حلم إن محمد صلاح بيكلمه في التليفون: أيوه يا بيب، أيوه يا حبيبي، أيوه يا حمصلة، أيوه يا حبيبي باقول لك إيه، ما تجرّب كده مثلًا تلاعب مرموش النهارده وينج يمين كده يمكن يأدّي. هي يعني ما لهمش حل تالت، يا إما ده، يا إما ده. إنما اللي بيحصل ده منتهى العبث في مانشستر سيتي. معاكم محمد ناصر، ودي حلقة جديدة من حلقات كورة سبورة. يلا بينا نبدأ. كنت باتفرج على ماتش مانشستر سيتي والولفز من شوية، والمفروض إن مانشستر سيتي كانت بتلعب بتشكيلة 4-2-3-1، ولما بيبقى دي في الحالة الهجومية، ولما بيبقى في الحالة الدفاعية بتلاقيهم 4-2-4. حلو حلو. لا مش حلو طبعا. المشكلة بقى إن عندك في خط النص كان بيخترق بمنتهى البساطة، بتلاقي شوارع في الحالة الهجومية. انت يعني الملعب مفتوح على مصراعيه، فالأربعة اللي ورا مش عارفين يطلعوا الكرة لقدام لأن مش لاقيين الناس، مش لاقيين بعض. مساحات بالعبيط في نص الملعب. في الحالة الدفاعية انت بتبقى 4-2-4، والأربعة اللي قدام اللي هم المفروض كانوا بيبقوا عمر مرموش وكيفن دي بروين ودوكو، ومش فاكر مين الرابع بتاعهم أيا كان يعني. المفروض تقريبا جندوجان او برناردو سيلفا، المفروض ان الاربعه دول بيضغطوا على على خط دفاع الولفز، بس ضغط تحس ان هو ضغط وهمي. الكرة بتطلع منهم بمنتهى البساطة والسهولة. فتلاقي الاتنين اللي في نص الملعب اللي هم طبعا مالت تقريبا جندوجان وبرناردو سيلفا، او برناردو سيلفا حد تاني يعني. مالت حرفيا بيتعدى منهم بمنتهى البساطة. والكرة بتتلعب بمنتهى البساطة في خط الدفاع، وخط الدفاع برضو وحش جدا، دفاع وحش جدا محتاج يتفور. تحس ان مانشستر سيتي محتاج تفويرة كده، محتاج تشطيب من اول وجديد. عارف اللي هو لما انت بتجيب صنايعي كده عندك ويقول لك: مين الزبالة اللي كان شغال قبلي، ولا مين الحمار اللي ما بيفهمش اللي كان شغال قبلي ده. هو تحس كده. هو جوارديولا لازم يفوق، لازم يشوف له حل. وبعدين انت مش عارف تطلع بالكورة. انت الكورة الوحيدة اللي جبتها اللي كانت دوكو استلمها، ومجهود فردي تماما، وعرضية لورا، وبخبرات السنين بقى كيفن دي بروين ايه يشوطها ويجيبها جون. انت ما بتلعبش غير على فكرة واحدة طول الماتش اصلا، من الشوط الاول لاخر الشوط التاني. انا حتى يعني بسجل قبل ما يخلص الماتش ب5 دقايق، وايا كانت النتيجة يعني مش تفرق. الماتش وحش وحش وحش، الشوط التاني وحش جدا وممل جدا، كأنك بتشوف ماتش في الدوري المصري. بقى معتمد على فكرة واحدة بس، هي إنك تلعب لدوكو، ودوكو يحاول يعمل المجهود الفردي بتاعه، يحفرط شوية بالكورة. الواد تحس إن هو السبيد بتاعته متسرعة. يعني عارف، تحس إن أنت بتتفرج على فيديو، الفيديو بتقوم مقلل السبيد بتاعته مع كل الفريق، وأول ما الكورة تيجي لدوكو تحس إن السبيد زادت. لازم كل الفريق يبقى كده. ما هو مانشستر سيتي أصلا كان من ميزاته إن أنت الفريق كله بيلعب بسرعة أيا كان هو مين. إنما عندك الفريق كله بيلعب بالسبيد اللو سبيد، فاهم؟ سلو موشن. تحس الكرة اول ما بتيجي لوكو تحس ان الماتش اتغير والدنيا اتقلبت وبقت بسرعة. بتلعب على الفكرة دي ان الشوط الاول كله انك تدي الكرة لدوكو وروح، ها اعدي من واحد واتنين وحاول تلعب عرضية. حلو، فلحت معاك في واحدة وجبت جون. الشوط التاني قفلوها لك، قفلوها لدوكو ضبة ومفتاح. الفكرة بقى انك مش تغير، لا يعني مش تحاول تلعب على طرق مختلفة، لا انت مفيش طرق مختلفة. انت كل القصة وكل الحنكة اللي انت عايز تعملها او بتحاول تعملها ان انا شوية الاقي مرموش يمين ودي بروين هو المهاجم، مش عارف ايه الافتكاسة دي، وفجأة الاقي دي بروين يبدل معاه، فاهم؟ يبقى مرموش ينزل في النص ودي بروين هو اللي بيحاول ايه يلعب العرضية ولا يخش لجوه يديها لحد. ولا دي ناجحة ولا دي ناجحة. مرموش يا عيني. يعني هنجيله. آه، ناس لازم تمشي، يعني معظم الناس لازم تمشي. خط الدفاع لازم يتفور من اول وجديد. خط النص عندك ناس هلكت خلاص يا جماعة والله. برناردو سيلفا خلاص عفى عليه الزمن، صدى. كوفازيتش خلاص مش بتاعته خالص، مش مكانه ومش فرقته خالص. جندوجان صدى يا جماعة وعفى عليه الزمن. التلاتة دول يعني بقى فاهم خلاص. ودي بروين ماشي، هما الأربع لعيبة دول كده كده. دي بروين خلاص عرفنا إنه ماشي، بس حتى دي بروين وهو برجل واحدة وهو كبير ومش شايف، حتى هو اللي بيخلص لك ويجيب لك الجون. نيجي بقى لعمر مرموش. عمر مرموش أنت واخده من فرانكفورت، الراجل المدرب هناك باني عليه خطة اللعب حرفيا. هناك كانوا تقريبا بيلعبوا 4-4-2، معتمدين على إن هما بيطلعوا بكرات طولية وبكرات هجمات مرتدة سريعة. واجري يا مرموش، انت عندك 2 مهاجمين. الواحد كان متوقع لما يجي السيتي هيلعب كده جنب هالاند. يا سيدي بلاش جنبه، تحت المهاجم مكان كيفن دي بروين. هل ده اللي هيحصل بقى السيزون الجاي لما كيفن دي بروين يمشي؟ الله اعلم، ادينا هنشوف. انما انت جبته حرفيا دفنته، وتحس ان حتى بقية الفريق
مش شايفينه. الواد من كتر في لقطة في الشوط الأول، أنا مش فاكر هي في الدقيقة كام، من كتر ما عمر مرموش بيقطع ويخش علشان حد يلعب له ثرو أو يلعب له ثرو لوب لقدام، ومحدش بيبص له. إذا كان لما الكرة بتبقى مع برناردو سيلفا أو جوندوجان أو كوفازيتش، التلاتة تحس إن هما رجليهم رجليهم إيه، عينيهم على رجليهم، مش باصين قدام، ما بيقروش تحركات اللعيبة تماما. تلاقي الواد يعني في لقطة في الشوط الأول من كتر ما زهق، الكرة ما راحتلوش وبصاها مش عارف لمين ايا كان، عمر مش زهق نط كده اللي هو قاعد شد الفانيلا واتضايق. طب انت بتعمل كده ليه؟ طب هل انت مش شايفه؟ مش عارف هل انت مستقصده؟ مش هنقول مستقصدينه، انا ما اظنش الحاجه دي الحكايه دي يعني بس انت يعني جايب ناس او مش جايب ناس، هو اللي عندك في نص الملعب، الاوبشنز اللي عندك في نص الملعب دلوقتي دول ما يمشوش الفرقه السنه الجايه، دول يمشوا من الفرقه السنه الجايه. انت جايب عمر مرموش تحط وينج يمين. طيب انت المفروض الاتنين اللي شغالين عندك اصلا في الفريق دلوقتي دوكو وعمر مرموش، وهنقول نص كيفن دي بروين، هالاند مش موجود عشان مصاب، قول هينزل الماتشات الجاية. انت عندك دول التلاتة اللي حرفيا شغالين في الفريق. طيب انا لو دول عندي التلاتة دول في الفريق، هحطهم جنب بعض في ناحية واحدة ليه؟ علشان يمشوا لي الملعب، عشان يجروا لي الناس، عشان يغيروا لي الدنيا، عشان لما يبقى في اي كرة بتتلعب، لما يبقى عمر مرموش هو اللي تحت المهاجم، ماشي، ودوكو الناحية التانية، أو عمر مرموش الفرود ودي بروين ناحية اليمين أو تحت المهاجم، يبقى أنت كده ضامن إن على الأقل عمر مرموش ودوكو في نفس في نفس اللعبة، على الأقل واحد هيصلح للتاني ويجيب جون أو هيخش الملعب. أو دوكو لما بيخش، الفكرة أنت كنت بتلعب على الشوط الأول، طول الشوط الأول حرفيا هي إن دوكو بيخش من وينج ويقطع ويحاول يعرض، أنت مش لاقي حد، انت مش لاقي حد، مفيش حد. كيفن دي بروين مهما كان ده مش مكانه، انت بتلعبه في مكان مش مكانه. ولما وقع لورا، لما وقع لورا في الفرصه اللي جت جون، كيفن دي بروين خد خطوتين ثلاثه لورا، بطأ ووقف، الكره جات له عرف يشوطها يلاقيها جون. بس مش ده المطلوب في المكان ده، هو مش ده المطلوب في المكان ده. ومش المطلوب عامه انك انت يبقى عندك اتنين تلاته شغالين في الملعب ويبقى بينهم وبين بعض مسافات، مسافات حرفيا. انت عمر مرموش يعني مهمش، يمكن من اقل ثلاثة، حرفيا من اقل ثلاثة مسكوا كرة في الملعب، ما بيجروش كور، والكرة لما بتجيله متقفل عليه. ما هي كده كده انت نازل، الناس دي عارفة انك من اعلى ثلاثة مساهمين بجوان واسيستات في الدوريات الثلاثة ولا الخمسة الكبرى في العالم عامة دلوقتي. انت كنت كده كده وانت في فرانكفورت بتنافس صلاح على الاول والتاني، عمال انت من هنا وهو من هنا، انت من هنا وهو من هنا، اول وتاني. انت تاني اعلى مساهمه او سي دلوقتي تالت اعلى مساهمه، انا مش عارف، في الدوريات الكبرى. انت واخد الراجل اوريدي، الناس لما بتبقى نازله ضده، الناس دي عارفه انت جايب مين يلعب معاك، فهيبقى متقفل عليه. طب انت دلوقتي سايبه متقفل عليه ومفيش مساعده بقى. الراجل بقى اللي تحتيه مش فاكر اسمه، ماتياس نونيز تقريبا او حاجه، ده ما جاش، حرفيا ما جاش، ولا بيسلم ولا بيستلم ولا بيهش ولا بينش. عمر مرموش يا جماعه، انا ما اعرفش هو هل جوارديولا كان منزله طالب منه مهام دفاعيه؟ انا في لقطتين في الشوط الاول، اول لقطه في الشوط الاول خالص، انا عمر مرموش واخد الملعب من عند 18 بتاعت وولفز، من مكان ما كان واقف لحد كورنر بتاعت مانشستر سيتي بيدافع على الواد. طب انت فين الباك اللي وراه؟ الباك اللي وراه فين؟ والله العظيم. فتحس كده في حاجة غلط. وكورة تانية كذا كورة يبقى تحت خط النص، طب دول ازاي المهاجمين؟ عارف تحس انت بتتفرج على الاهلي النسخة التانية، الاربعة الدفاع ما مش عارفين يطلعوا بالكورة، لان او انت عامل حاجتين غراب جدا، انت فاتح الملعب جدا وفاصل الخطوط عن بعضها تماما، ماشي، والاتنين اللي في خط النص ولا عارفين يدافعوا ولا عارفين برضو يطلعوا بالكورة، ملط. فانت اللي في قدام، التلات مهاجمين اللي قدام اللي المفروض اصلا هم اللي هيشدوك وياخدوك لقدام، بيضطروا ينزلوا لحد نص الملعب وقبل نص الملعب عشان يا اما يدافعوا لو الكرة عليهم من الولفز، يا اما هم يحاولوا ان هم ياخدوا الكرة يطلعوا بيها لقدام. وده مش طبيعي. ما هو دي انت فرقة، انت عامة في الدوري الانجليزي دلوقتي من المركز الرابع او الثالث للسادس فرق بينهم وبين بعض نقطتين، بيلعبوا في ال 62 وال 60، عندك 3 4 فرق نفس النقط. طب انت المفروض انت عايز تخش عشان تلعب على الشامبيونز ليج السنة الجاية، ده منظر بقى فرقة هتعمل كده؟ مش عارف. طب انت دلوقتي عمر مرموش هتفضل تعمل معاه كده؟
هتفضل تنزّله مش في مكانه، هتفضل تخلّي أو ما تدّيش تعليمات للناس إنها تبُص له لمّا الراجل بيقطع. الراجل دي اللعبة اللي متعوّد عليها، إنه يقطع ويخش لقدّام، يقطع ويخش لقدّام. الراجل ده فرقة كاملة التشكيلة بتاعتها كانت معتمدة عليه. أنت جِبته ماشي يا عم، إحنا كده عارفين بالفعل إن جوارديولا ما عندوش الكلمة دي، إن حد يتبني عليه اللعب ومش يتبني عليه اللعب والكلام ده، وعارفين إن هو تِرس في مَكَنة وبتاع، حلو. بس على الأقل لعبه في مكانه، علشان لمّا هيلعب في مكانه هيدّيك، يا عم مش هنقول يا عم هيدّيك 100%، هيدّيك ال80 ال85% بتوعه. عمر مرموش النهارده ما ادّاش أكتر من 20% من عنده، ده والله ده 20% دي والدنيا كرمانها كمان. فتحس إن في حاجة غلط. هل بقى الوضع ده هيتغيّر مع السيزون الجديد؟ هل لمّا الناس هتمشي ال5، 6 لعيبة اللي قالوا إن هو هيمشّوهم ويجيبوا بدالهم ناس تانية أو أكتر كمان، أنت عندك 3 في نُص الملعب ميتين وال4 بتوع الدفاع تعبانين، فتقريبًا فعلًا زي ما هُم قالوا أنت محتاج على الأقل 6، 7 لعيبة ييجوا في الفريق يقوّموه، وعندك المدافع خوسانوف أنت طيّرته خالص من دماغك. فأنت محتاج تغيير جذري. هل بقى التغيير الجذري ده هيحصل السيزون الجاي وعمر مرموش هيبقى واحد من المحاور الأساسية في الفريق، والّا هيفضل الوضع كما هو عليه؟ مش عارفين. أنا أتمنى إن الموضوع ده يحصل، لإن كده مش هينفع. أنت بتدّينا حتّة ذكريات صلاح أول ما راح تشيلسي، أول ما راح الدوري الإنجليزي وبرضه اتدفن كده وبتاع. بس الفرق بينه وبين مرموش إن مرموش جاي نجم، جاي already عارف إن هو أعلى مساهمات تهديفية ومش عارف إيه والكلام ده. فالصح إن غالبًا كده لازم هيبني عليه الفريق السنة الجاية هو وهالاند ك2 مهاجمين، أو على الأقل هالاند كمهاجم ومرموش لازم يبقى أساسي تحت المهاجم. أدينا هنشوف. أنا عايزكم تشاركوني برضه آرائكم، واللي يوصل له الفيديو مشكورًا يعمل لايك وشير وكومنت والحاجات اللطيفة دي اللي هي إيه، بتساعد إن الفيديو يوصل لناس أكتر. أشوفكم في حلقة جديدة من كورة سبورة. كان معاكم محمد ناصر. سلام يا شباب.